اهلا يا بنات، سامحوني تاخرت عليكم. جبت لكم اليوم طريقه الدونت تحفه. بالنسبه للعجينه، تاخدي كوبين دقيق ورشه ملح وملعقه كبيره خميره بيرة وملعقه كبيره سكر وزوز دحيات وفانيليا، وتعجنيهم بنص كوب حليب دافي حسب الدقيق. المهم القوام يكون زي هو اللي توا في الفيديو. قلنا كوبين دقيق وشوية ملح وملعقة كبيرة خميرة بيرة وملعقة سكر ودحيتين وفانيليا، ونعجن بنص كوب حليب دافي لحد ما تكون عندي هيك. بعد ما عجنتها كويس بعد العجن نزيد عليها ملعقتين زبدة، ملعقتين كبار زبدة. المقادير كلهم الملاعق بالكبيرة حتى الخميرة والسكر، وتعجنيها كويس بعد الزبدة وتخليها، شوفوا في القوام هذا، وتخليها ترتاح لين تخمر معاك. وقصريها مرة تانية، هنا هي خمرت، تقصريها كشوية. شوفوا قوامها بعد خمرت ما شاء الله. خلاص بعدين بعد ما تخمر تحليها بحيث تكون غليظة هيك بالسمك هذا، مش رقيقة هلبة، يعني معقولة. وتقصيها حسب الشكل اللي انت تبيه. درت انا ديل هيك زي الدونت محفورة من النص، ودرت ديل زي البن، واللي طلعتهم من النص هذوك الدورات الصغيرات درتهم جنب بعضهم، شكلت بيهم وردة، وتغطيها بفيطة وتخليها حوالي نص ساعة تخمر. شوفوا ما شاء الله هنا كيف خمرت. سوري، ودرت لها 3 كواشيك حليب نيدو، سامحوني في العجينة. خلاص هنا ديما الزيت نقولكم جربوه بطريف خبزة باش تعرفوا حرارته كويسة. نحط فيه وسط خبزة، أول ما يتحمر هذاك وسط الخبزة معناها زيتك سخونيته كويسة، وتبدي تحطي في الدونت. طبعا أنا حطيتها على ورق زبدة، كانكم لاحظتوا لما قصيتها حطيتها على ورق زبدة باش لما نجيبي نقلي نقدر نقيمه يبدأ قيمانه سهل معاي ولا الشكل ما يفسد. شفتوا؟ وهني حطيتها على ورق زبدة خمر عليه، شفتوا؟ وتحطي في الزيت، يبدأ النار مش قوية هلبة ومش ضعيفة، باش لو ضعيفة يشرب شوية زيت، ولو قوية يتحمر يقعد من داخل ني. تحفة يا بنات، يجي من داخل هوا. عندي كده طريقة دونت وندير فيه ديما، بس المقادير هذه ما شاء الله. لقيت واحد يوميها إيطالي مدايرها، فقعدت نترجم فيها، ما ترجمتها للريقي بس من الطلياني للعربي. يا خلالة درتها من الطلياني للإنجليزي باش نتأكد إن الترجمة صح، بعدين درتها من الإنجليزي للعربي. لما لقيت المقادير مطابقة عرفت إنها كويس، إنها صح. فخلاص شفتوها محلاها تقلي في الزيت على نار قلنا متوسطة، وتبدي تصبي في الزيت فوقها بشوية شوية. وبعد ما نكملوا القلي نديروا سوري، قبل ما تقلي طيبة الكريم باستير. توا نقول لكم مقاديرها، خلينا نتكلم عليه واني نقلي. مقاديرها درت كوب حليب وكشيك ونص نشاء، وبدل السكر درت روزاتا مركزة، ودرت شوية نقيطة من زيت اللوز المر باش جتني بنتها زي الكريم باستير متاع بالريش، فهمتوا؟ خلاص وغطيتها بنايلو وحطيتها في الثلاجة. بعد ما جت بنحشي طلعت الكريم باستير وزدت شوية زبدة وخلطتها بالخلاط، بدالي قوامها حلوة. تو تشوفوه في الفيديو. خلينا نكمل لكم هنا الدونت. هنا تاخدي كشيك وتبدي تديري حفيرة باش نحشو الكريم باستير داخل. تقدري تحشي شوكولاتة، تحشي لوتيس، نيوتيلا، الباستاشيو كريمة الفستق اللي تبي الحشو. المهم هنا الكريمة نصها خليتها زي ما هي، والنص الثاني درت له شوية عصير مركز أحمر. يعني طلعوا لي ممكن 3 دونت محشيات بالبستير، و3 الأخيرات طلعوا لي مشكلات بين حشو أصفر وأحمر، طلع حلو على الآخر منظره.
خلاص وتبدي تحشي أول ما تحشي تحسي يعني كانكم لاحظتوا لولا لين طربقت لأنها كلها هواء على ما قداش خفيفة. احشي بشوية لأن في ساعة ما تحسيها كيف يدك تحسيها إنها تعبت بدت مكركبة. شفتوا أنا نحشي فيها لاحظوها كيف تنتفخ فظيعة يا بنات، جربوها وعلي ضمانتي ومش حتندموا، خيال. بس أنا عقاب العجينة قمتها لأن الضنط مش حلو لما يبات، قمتها في الفريز وقلت يوم تاني هي حلاوتها تاكلي سخون وهو طازة يعني. خلاص وهنا حرقت سكر عادي حطيته على النار. أول ما بدأ يدوب بدأت نغطس فيه باش تجيني فوق الضنط هيك طبقة مقرمشة شوية ولامعة، لأني أنا مش من عشاق الشوكولاتة، جنوني في حاجة بالشوكولاتة، أي حاجة نلقاها شوكولاتة لونها قهوي نفوتها. وبس هو هذا. وتقدري طبعا انت خدي عجينة الدونات وبعدين ابدعي في الحشوات في الزيان زي ما تبي، المهم خدي الأساس العجينة وبعدين الزيان والحشو تقدري انت تديري براحتك يعني اللي انت تبيه. شوفوا الجمال، غير ردي بالك وانت تغطسي في السكر، ردي بالك تحرقي روحك، لأن تخيلي سكر سخون ويلصق فيك وصل يسقف بعدين. هذا الكريم باستير درت كوب حليب باش ما تفضليش لانها هلبة، درت كوب حليب وكشيك ونص نشاء، وبدل السكر درت روزاطة بيضة مركزة، وبعد ما بردت في الثلاجة او حتى هي سخونة بعد ما تطفي عليها ديري لها كشيك زبدة وحركيها كويس وحطيها في الثلاجة، غميها هيك بنايل وخليه لاصق فيها باش ما تديرش طبقة. بعد ما تطيب قلنا كوب حليب وبدل السكر درت حوالي ربع كوب روزاطة حسب الحلاوة اللي انت تبيها، وكشيك ونص نشاء وروزاطة وقطيرة لوز مر. بعد ما تطيب وتختر زيديها كشيك زبدة، بعدين غطيها بنايل وهيك لصقي فيها وحطيها في الثلاجة، وبعد ما تطلع اضربيها كويس. ونصها انا شكلتها بزيتها حليب مركز احمر، وعندكم الفيديو في كل التفاصيل. وبسلامة وبون ابيتي وليلتكم سعيدة وتصبحوا على خير ونشوفكم على خير، وجربوه وادعوا لي. باي باي، مع السلامة.